جاو عندك الضياف اخر باش نتوجد ديال الكوتي الكاليط راه بسرعه كيوجد. غير تبعوا الفيديو الاخير وشوفوا المقادير وطريقه التحضير، راه ساهلين في المقادير وبسرعه كيوجدوا، يعني صلاحوا الضيوف الغفله. غادي نحتاجوا في هذه الوصفه 2 بيضات، كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت وفاني، قبيصه ديال الملحه، وغادي نضيف هنايا 2 معالق ديال العسل العادي. وصافي غادي نخلط العناصر مع بعض كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. يعني هذا الكاليط راه ساهل وبسرعه كيوجدوا دغيا كيطيبوا، ما كياخذوش وقت نهائيا، والمذاق راه كيجي يا سلام. الجداد ما تشبعوش منهم. وصافي هنا راني بديت كندير في الدقيق، درت هنايا 2 خمارات، والدقيق على حسب الخليط، يعني تقريبا كيلو الا ربع حتى نص كيلو. انا ما حسبتش بالضبط شحال، المهم كديروا الدقيق على حسب الخليط. تجمع لكم العجينه، يعني تكون رطبه، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش يعني ملخوف كما كتشوفوا. هذا هو القوام ديالها. صافي غادي ندوز مباشره باش انا نقادو هذا الكاليط. انا درت لهم على شكل يعني بحال الباكيت كما كتشوفوا. ما في كنديروهم دائريين، دابا غادي نديروهم يعني بهذا الشكل هذا. نبدلوا الشكل، يعني ما نبقاوش دائما نفس الشكل، يجيو زاهلين. انا فرشه ورق الطبخ كما كتشوفوا بسرعه كيوجدوا، يعني غير تبعوا الطريقه من الاول حتى الاخير، راه ساهلين. كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا كيجيو غزالين. المهم انا غادي نستمر حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. وصافي هنا من بعد ما كملتهم كاملين كما كتشوفوا، انا هنا درت صفر بيضه مخلطه مع شويه ديال نسكافي باش يجينا داك اللون يعني قهوي كيجي زوين. صافي انا غادي ندهنهم كاملين ونرجع لكم من بعد. ومن بعد ما دهنتهم كاملين كيف ما كتشوفوا، انا غادي نخطط بالفورشيط بهذه الطريقه هذه. كنعاود تاني ندير من الجهه الاخرى بالعكس باش كيعطونا شكل يعني اللي هو زوين، كيجيو غزالين. صافي هنا كما كتشوفون انا كملتهم. غادي ندخلهم الفران يكون سخون من الفوق ومن التحت، ان العافيه تكون متوسطه، راه بسرعه كيوجدوا حدو معاهم. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طابوا كما كتشوفوا، راه كيجيو غزالين، كيجيو الشكل ديالهم رائع، طيبين محمرين يعني من الفوق ومن التحت. بالصحه والراحه، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.